انا باذن الله هعمل سلسله فيديوهات عن الصيانات الخفيفه اللي بنعملها في المكنه. تمام، فقلت ان احنا نبتديها. اول حاجه ان انا اعرفكم العده اللي انا بشتغل بيها. طبعا دي العده هشرحها لكم واحده واحده يعني. بس قبل ما نبتدي نتكلم عن العده وافرجكم عنها، عندي كام نقطه عاوز اكلمكم فيها. مبدئيا كده، انت دلوقتي كواحد بيركب موتوسيكل لازم يكون عندك فكره عن صيانه المكنه، حتى لو انت مش بتحب الصيانه. بس لازم يكون عندك فكره عن الصيانه، لان انت ممكن لا قدر الله تعطل في حته يكون ما فيهاش حد او في وقت متاخر، فتعرف تصرف امورك. طيب، تاني حاجه دلوقتي انا راجل بحب الصيانه وبحب اشتغل بايديا. انت لو مش بتحب تشتغل بايديك وبتحب الصيانه، ما تخشش في انت تشتغل بايدك ابدا في المكنه. ليه؟ لان انت وارد وانت بتشتغل وبتتعلم في الاول هتبوظ حاجه، هتعك حاجه، هتعمل حاجه وهتتعبك وتاخد وقت في شغلها. فانت لو مش بتحب الصيانه مش هيبقى ليك طاقه انك تكمل، وهتتقفل من الموضوع. فانت لو مش بتحب ان انت تشتغل بايدك وتمسك عده وتشحم ايديك وتتبهدل، ما تخشش في حته انت تشتغل صيانه بايدك. تمام. تاني حاجة، لما تيجي تشتري العدة حاول تستنضف عدة نوعية جيدة. ليه؟ لأن العدة لو مش كويسة بتبوظ الحاجة. لو أنت مثلا المفاتيح نفسها مش حلوة بتبوظ راس المسمار، هترازيك العدة اللي مش كويسة. حاول دايما تستنضف العدة اللي بتشتريها. تمام. تالت حاجة، العدة اللي عندي دي أنا ما اشتريتهاش كلها مرة واحدة، أنا كنت بجيب قطعة قطعة يعني مثلا على مر سنين. يعني مثلا اول حاجه مثلا كنت مثلا بحتاج اغير زيت، فاجيب مفتاح 17، طب افك فرده اجيب 17 و19 وهكذا. يعني بجيب اللي انا بحتاجه واحده واحده، بتبقى خفيفه. تمام. من الحاجات كمان اللي بتخليني ان انا اعمل الصيانه بنفسي، ان انا واحد ماليش خلق ان انا اقف عند ميكانيكي استنى ان هو يقعد يشتغل، او ان هو يقعد يكون شغال في مكنه تانية ويوقفني عنده. انا ما عنديش استعداد ان انا اضيع وقتي عند الميكانيكي. ما بروحش للميكانيكي الا في الحاجات الكبيره، مثلا عمره حاجه شغل في الموتور يعني، بروح للميكانيكي فيه. كمان انا طبعي للاسف مش من النوع اللي بثق في حد بسهوله. فلما بيعمل ميكانيكي شغل مهما كان هو شاطر، دايما عندي شك ان هو ما عملش حاجه بطريقه كويسه او كروتها، وببقى عاوز ان انا اعيد عليها او اعملها بنفسي. فانا للاسف طبعي بحب انا اعمل حاجتي بنفسي، الا للضروره ان انا حاجه مثلا فيها شغل مجهد جامد قوي، او حاجه في الموتور انا معقده. انا اعرف اشتغل في الموتور وكل حاجه، بس انا ما بحبش ان انا امد ايدي وافك الموتور. تمام، يلا بينا نشوف العده اللي عندي كده، وواحده واحده ايه نعرف احنا هنعمله ايه يلا بينا. ده 8 وده 10 11. طبعا عندي مفاتيح كتير متكرره. الحاجات دي بتاعت الحاجات الصغيره اللي هي ايه، المرايات، الشدات بتاع اسمه ده بتاع الفرده اللي ورا 12 و12 متكرر، 13 ده برضك متكرر، 14 15 17. طبعا ده اهم مفتاح اصلا في العده كلها. 18 19 20 22. بتوع الفرد اللي ورا، اللي ورا واللي قدام. دوت 24 بتاع طبة الزيت. المفتاح ده مش عارف مقاسه كام، بتاع الزور بتاع اسمه ده بتاع الجادون. مفتاح فرنساوي شاكوش. منشار حدادي عشان لو حبيت حاجة مسمار ولا حاجة تقطعه، صنفرة. مفكات عادي وصليبة. بيبة 8 بيبة 10 مفتاح إلين. دي برضك بيبة 10 10 10 و13 و14 و19. بيبه بتاعت اسمه ده البوجيه. وبرضك دي بيبه بتاعت البوجيه كانت جايه لي في سكوتر تقريبا. زيت باكم للفرامل، برضك زيت باكم. الزرجينه بتاعت الكتينه. شحم. قصافه بنز التمساح دوت. البتاع دوت بيفك التيله بتاعت الجنط اللي ورا. علبه فيها مسامير وصماويل وورد وحاجات كده. فرشه وتنظيف الكتينه. جاز ده نفط ابيض، جاز ابيض مش جاز عادي. بس ايه رأيكم في العدة اللي عندي وناقصها ايه في رأيكم العدة دي عشان تبقى عدة كاملة؟ يلا سلام.